مذبحة الشيخ حسن شحاتة وأنصاره، مذبحة 4 من الشيعة، ما زالت تثير جدلا ولغطا وغضبا. لكن كمان كان الملحوظ والمفاجئ أنه مسقط رأس الشيخ حسن شحاتة أهالي قرية هربيط بمحافظة الشرقية رفضوا تماما دفنه، وقالوا أنه رفضناه حيا ولن نقبل بعودته ميتا. الشيخ حسن بدأ مذهب سني أولا، ثم انقلب بعد ذلك ابتداء من 1990 وغير مذهبه إلى المذهب الشيعي، وبدأ يعمل حسينية هنا في البلد في دار أخوه اللي توفى معاه اللي هو إبراهيم. ودي كانت مشكلة وكانت هتسبب لنا عملية اقتتال بالبلد في العام الماضي في مثل هذا الموعد بالذات. هم سبحان الله بيستفزوا البلد من زمان. يعني لو تفتكر يا أستاذ محمد، حضرتك نزلت هنا من سنة لما كان حسن شحاتة جه ومع إبراهيم شحاتة، وجابوا معاهم 30 عراقي وحوالي 20 جنسيات أخرى، وكانوا يعملوا حسينية هنا، واهالي البلد حاولوا يطلعوا عليهم. يعني اهالي البلد هنا السنه اللي فاتت حاولوا يجتمعوا عليهم وكانوا عايزين يولعوا في البيت باللي فيه. احنا منعناهم، احنا منعنا الاهالي. الشيخ حسن جيراننا هنا في البيت من اكتر من 40 سنه هو واخواته، وفجاه كده بصينا لقيناه مره واحده كده يعني اغتنى وبتاع، وعرفنا ان هو انضم للناس تبع الشيعه في مصر. وكنا بنروح وراه زمان انا وابن اخوه في مسجد كبر الجبه في الحسينيات والحاجات ديت يعني، بس مش كنا نعرف يعني ايه الشيعة والحاجات دي في الاول. يعني الراجل جميع الجمهورية سمعوه، مش احنا بس او القرية بس، ان الرجل كان يسب الصحابة، كان يسب السيدة عائشة، كان يسب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتهم السيدة عائشة بالزنا، يعني اشياء لا ترضي الله عز وجل. موسى محمد 69 سنة. ليه مش عاوز تقول شهادة؟ نعم، اللقب الثالث ده بتبرأ منه لله سبحانه وتعالى. من دفن هنا لا. ليه؟ لأن إلي ابن أخ توفى واندفن فين؟ في الفساجي دي، في الفساجي اللي هي احنا بنينا بحجر. أنا لو اندفن واحد منهم معاه هروح أطلعه بره، لأن حبيبي ده رحمة الله عليه توفى والقرآن في حجره.